طيب، في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي حاجة اسمها فليكس شرينك. لو رحنا هنا، انا هنا عملت يعني عملت ديف بسيط، او عملت ديفات بسيطه، اديت لهم الوان مختلفه علشان بس الفكره بتاعتنا تبان. في بروبرتي مهم ان انا ااكد ان هي موجوده دلوقتي، وهي فكره الفليكس راب. دلوقتي لو رحنا عند الشاشه دي وبدانا ان احنا نصغر العناصر بتاعتنا، هتلاقوا ان بشكل طبيعي لما المساحه بتضيق، لما بيلاقي ان الدنيا بتضيق والشاشه بتصغر، بيروح واخد العناصر التانية. لما يلاقي ان هو ما عندهوش مساحه كافيه، سبيس كفايه، يروح واخدهم حاططهم تحت واتحلت المشكله. بيعمل راب. المشكله فين؟ المشكله لو رحنا في الفليكس راب وشلنا فكره الراب دي، شلناها خالص، هتلاحظوا ان هو عمل ايه. خد العناصر، قلل من حجمها، عمل لها شرينك، صغرها علشان تلائم الكونتنت او تلائم المساحه اللي عنده. يعني بيفضل يصغر في العناصر كلهم علشان تلائم المساحه اللي عنده. لو فضلنا نصغر هنا، هتلاقوا ان هو هيصغر لحد ما يخنقهم، لحد ما يجيب اخرهم. فالشرينك بتعمل كده. الديفولت فاليو للشرينك بشكل تلقائي واحد. يعني لو رحنا هنا في الكونتينر عند الديف، قلنا له في الكونتينر كل الديفات اللي جواك اديلها فليكس شرينك واحد، فليكس شرينك واحد بالشكل ده، مفيش اي حاجه تتغير. وبرده لو فضلت تصغر هيصغر عادي، مفيش مشكله. اللي هو بشكل افتراضي هو بيسمح للفليكس شرينك ان هي تشتغل. فاكرين الفليكس جرو؟ الفليكس جرو كان بتديله المساحه الزياده، والديفولت فاليو بتاعها صفر، وبتقول له بشكل افتراضي محدش ياخد المساحه الزياده، انا بديله المساحه الزياده. لكن هنا لا، بشكل افتراضي بنقول له ان الشرينك مسموح. ضيق العناصر وقلل من الويتس بتاعهم، الشرينك مسموح. طيب، اول حاجه علشان نشرح الفكره بتاعتنا بشكل احسن، احنا كده فهمنا فكره الشرينك، وفهمنا ان الديفولت فاليو بتاعتها واحد، يعني بشكل افتراضي اسمح للشرينك انه يشتغل. اول حاجه علشان افهمها ان انا هروح الغي الشرينك ده، هقول له صفر. بصوا ايه اللي هيحصل لما اقول له صفر. رجع العناصر للويتس بتاعها الاساسي. يعني العناصر كل واحد واخد ويتس 100، رجعه للويتس الاساسي، بس خرج بره المحتوى الاصلي. يعني المحتوى، لان هو بقى اكبر من الكونتنت بتاعه، من البيرنت بتاعه، راح خارج براه. ولو فضلت تصغر ما عندوش اي مشكله، هيفضل يخرج العناصر زي ما انتم شايفين، عمال سكرول اهو، يفضل يخرج العناصر، ما عندوش اي مشكله. طيب، يبقى احنا كده فهمنا حاجتين علشان نحل المشكله دي. ان الاولى ان الفليكس شرينك هي كده موجوده بشكل افتراضي، والقيمه بتاعتها واحد. باقي نقطه كمان هنشرحها في الفليكس شرينك، وهي لو حبيت زي الفليكس جرو ان انا اصغر عنصر بشكل اكبر من غيره. في الفليكس جرو كنا بناخد عنصر ونديله اتنين، كان بيكبر الضعف عن الباقيين. لو في مساحه فاضيه وانا جبت عنصرين، اديت له واحد فليكس جرو واحد وللتاني اتنين، ابو اتنين ده بياخد ضعف المساحه، وابو واحد بياخد واحد. هنا احنا ممكن نعمل العكس، نيجي عند الفليكس شرينك ونخلي واحد يصغر بمقدار اكبر من غيره. ده هنعمله ازاي؟ هنشيل الفليكس شرينك من هنا اصلا، واجي هنا بشكل طبيعي هم واخدين واحد، كلهم واخدين واحد. دلوقتي كلهم بشكل افتراضي واخدين واحد. هاجي عند ايتم 1 واقول له لا، تعال انت فليكس شرينك 3. شايفين؟ هتلاقوا ان هو هيبدا، لو بدانا ان احنا نكبر او نصغر، هتلاقوا ان احنا لما بنيجي نصغر هيصغره هو اكتر من الباقيين بمقدار 3. شايفين هنا؟ ممكن اخليها اكتر علشان تبان بشكل مبكر اكتر، 6 مثلا. لو رحنا هنا لحد هنا الويتس طبيعي ومفيهوش مشكله. ريلود. لما ابدا اصغر هتلاقوا ان هو بيبدا ياخد منهم، بيبدا ان هو ياخد من الويتس بتاعهم. بس شايفين الواحد اللي بيحصل فيه؟ بياخد منه بدري، وبعد كده بياخد من غيره من غيره. يعني هنا ممكن ابدا ترتيب العناصر بان انا اقول له خد من ده، ده خليه رقم 3، خد منه بمقدار يعني بمقدار 3 عن غيره. وخد من ده مثلا فليكس شرينك 2، وخد من ده فليكس شرينك فليكس شرينك هنا مثلا نقول هو واحد، كده كده موجوده. الفكره هنا ان الرقم كل ما بيكون اعلى، كل ما بيكون البريورتي او الاولويه ان هو ياخد منه في الاول اعلى. فممكن يبقى عنصر مش مهم قوي، اقول له خد لي من ده الاول، خد لي منه بمقدار 3 زياده، فيبدا ان هو يصغر منه هو في الاول، وبعد كده غيره اللي هو واخد لحد ما يوصل لواخدين واحد، ويبدا ان هو ياخد منهم. لو عملنا هنا ريلود هتلاقوا ان احنا لو صغرنا هيبدا ياخد من الواحد، وهيبدا ياخد من الاثنين بعده. نصغر هتلاقوا ان الواحد والاثنين هم اكتر اثنين عمل لهم شرينك. يا رب فكره الشرينك تكون واضحه، انا استفدت فيها بشكل زياده علشان بس تكون واضحه الفرق ما بين الشرينك وما بين الجرو، وابعاد الشرينك وابعاد الجرو. ويا رب الفكره تكون واضحه. اشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.